ماذا يحدث إذا قفزت من بطنك فوق بركة من الجيلاتين؟ هل من الممكن أن تقفز مثل فينياس وفيرب؟ لجعل هذه الفكرة قابلة للتطبيق، استغرق فريق مارك وروبرت 6 أشهر لإعدادها، نظراً لأن بناء بركة من الجيلاتين ليس بالمهمة السهلة، فقد استغرق الأمر أكثر من شهرين من البحث واختبار جميع الإيجابيات والسلبيات. رأى مارك أنه لتسخين الماء سيحتاج إلى استخدام 6 براميل سعة 200 لتر لكل منها، مع سخانات الغاز أسفلها وأعاصير بجانبها، حيث يتم تسخينها عن طريق تسخين الجيلاتين أثناء الخلط. الصنابير مفتوحة لأخذ السائل الساخن وملء المسبح للتجميد، بالإضافة إلى الاستمتاع ببرودة الليل. كان عليهم استخدام مكيف هواء ضخم للتبريد أثناء النهار. استغرق الفريق أسبوعاً لإكماله. أخيراً سنتمكن من اكتشاف كيفية القفز من بطن إلى أعلى حمام سباحة، وكل ذلك مصنوع من الجيلاتين. هذه هي النتيجة، وأعتقد أنك لم تر شيئا مثله من قبل. في الواقع يبدو الأمر وكأنك فوق مادة مطاطية لذيذة ولزجة. اشترك في القناة ليصلك كل جديد.